هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحيي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل. أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اختزلنا مشاعرنا في رسالة، وأبوتنا في تغريدة، وأمومتنا في مقطع لا يتجاوز 10 ثوان. طهونا الطعام ليس لنأكله بل لنأخذ له صورة، واجتمعنا لنفقد إحساسنا ببعضنا، واهتممنا بتسجيل اللحظات أكثر من أن نعيشها. سجلنا مواعيدنا وتذكيرا بها ولم نحضرها. أصبحت الكتب سهلة الحمل ولكننا لم نعد نقرأ. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا. لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين، نشكو فقدان اللحظة وغياب الابتسامة. وأصبحنا نردد: يا زمن أول. علاقاتنا الاجتماعية ضعفت، وروابطنا الأسرية تلاشت، ولم نعد حتى نطيق الجلوس في العالم الحقيقي. وفاجأتنا الأرقام. عدد المستخدمين للإنترنت تجاوز 60%. في كل دقيقة يتم رفع 72 ساعة فيديو على يوتيوب حول العالم، ويتم نشر 277 ألف تغريدة على تويتر، ومشاركة 347 ألف صورة على واتساب، و2,500,000 محتوى على فيسبوك. بمعنى أننا من بداية الفيديو وحتى الآن تم رفع 180 ساعة على يوتيوب، و692,500 تغريدة حول العالم، ولك أن تحسب الباقي. يقضي المستخدمون ما يقارب 20 دقيقة من كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يعني 25 سنة من أعمارهم تقريبا. ارتفاع معدل نسبة الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي إلى 50%. أظهرت الأرقام أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على الترابط الأسري، فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يقضون وقتا مع عائلاتهم من 8% عام 2000 إلى 34% في وقتنا الحالي بسببها، بالإضافة إلى أن نسبة 32% من الأشخاص يتناولون الوجبات أثناء تصفحهم مواقع التواصل الاجتماعي. أثبتت الدراسات التي قامت بها جامعة بايلور عام 2012 بأن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك تساهم في نشر الكراهية بين فئات المجتمع الواحد، حيث ينشر فيها مواد فيها سخرية وعنصرية، استغلالا لحرية التعبير المتوفرة فيها، وعدم وجود رقابة كما هو الحال في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل، نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا، نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا وأصدقاءنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.